صور أخرى نوردها لكم مشاهدينا من داخل الحرم النبوي تظهر فيها أولا أعمدة الدخان في آخر الصور كما نتابعها، وكذلك هنا هذا الجزء الثاني من الصور ربما بدأ البعض يكتشف ما الذي حدث ويتجمع لفهم ما يحدث، لكن البداية هذه تبدو الحركة عادية جدا والمكان بعيد عن الحرم النبوي، أين طبعا نشاهد الموجودين داخله يتحركون بكل أريحية. ربما فيما بعد الصور هذه هي الصور التي بدأ البعض يكتشف ما حدث، يكتشف هذا الانفجار، ربما هرول البعض لمعرفة ما يحدث. نتحدث على تفجير على مستوى موقف للسيارات بالقرب من الحرم النبوي، وهذه هي أعمدة الدخان تتصاعد في آخر الصور كما تتابعونها معنا مشاهدينا. نحن دائما هذه ربما أوضح، هذه هي الصور، أعمدة دخان هائلة من هذا الموقف، موقف السيارات على إثر انفجار بالقرب من الحرم النبوي الذي يستهدف للمرة الأولى بصفة خاصة وبصفة أعم، هو أول استهداف للحرمين الشريفين. ورحمة الله وبركاته.